ما كانش لاقي ياكل وكان عليه ديون، واشتغل جرسون علشان يعرف يعيش، ودلوقتي بقى أهم وأغنى راجل في مصر، واللي ثروته بتوصل ل 3.4 مليار دولار، وبضربة حظ قدر يحقق ملايين. محمد لطفي منصور رجل الأعمال اللي قلب الدنيا بعد ظهوره مع منى الشاذلي. ازاي جمع كل ثروته دي، وايه الدرس اللي عمره ما هينساه، وليه استقال من وزارة النقل؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا، بس تابعنا للنهاية. رجل الأعمال محمد منصور فاجئ الكل بتصريحاته بعد ظهوره مع منى الشاذلي. أصل مين كان يصدق إن محمد لطفي منصور أغنى راجل في مصر، واللي من عيلة منصور المعروفة من زمان، كان شغال جرسون ومديون وما كانش لاقي ياكل. أيوة، محمد مر بكل الظروف دي، يعني حياته ما كانتش سهلة زي ما الناس فاكرة، بل بالعكس. ده بيقول إن والده زمان كان بيبعت له هو واخواته 200 دولار بس، ودول كانوا بيدفعوا بيهم الإيجار، ولكن لما حصل التأميم لشركة والده كل ده اتغير، عشان بعد كده يبعت لهم جواب يقول لهم إنه مش هيقدر يبعت الفلوس تاني، وده حسب موقع العربية. وبعد التأميم منصور بيحكي إن والده بدأ من الصفر، لا يأس ولا استسلم رغم إنه خسر كل فلوسه، بالعكس ده سافر السودان وبقى من أكبر مصدرين القطن السوداني في العالم. مش بس كده، ده اشتغل مستشار للحكومة السودانية علشان يطوروا تصدير القطن، وبعدها مسك رئاسة شركة سودان لتصدير الأقطان المملوكة لعيلة أبو العلا، ورفعها من المرتبة 40 للمرتبة الأولى في سنة واحدة. بعد كده قطاع الأقطان في السودان اتأمم، وكان والد محمد منصور بيملك 10% من قيمة الشركة. وطبعا رجع تاني وبدأ من الأول، وهنا قرر يسافر جنيف ويفتح مكتب ويبقى من أكبر مصدري القطن السوداني من سنة 1971 لحد 1974. بس في سنة 1973 حياتهم اتغيرت تماما، ولكن المرة دي كانت خير عليهم. سعر القطن ارتفع من 32 سنت ل 120 سنت، وحققوا أرباح كبيرة جدا، ولكن والده قرر ينسحب وهو في القمة سنة 1975، وده بعد ما الأسعار وصلت لأعلى مستوياتها. وقال ساعتها جملته المشهورة: النجاح مش إنك تقتنص الفرصة، النجاح الحقيقي إنك تعرف إمتى تطلع منها. منصور بيقول عن والده: كان والدي بيقوم كل يوم الساعة 4 الفجر يقرأ قرآن لحد الساعة 9، وختم المصحف مئات المرات. القيم دي هي اللي ربت فينا الشخصية دي. بس خليني أقولك إن وقت ما والد منصور كان بيمر بأزماته دي، محمد كان بيمر بأسوأ لحظات حياته. محمد قال: كنت على وشك الطرد من الجامعة، لا معايا فلوس ولا مكان أقعد فيه، وكان عليا ديون 454 دولار. اشتغلت 3 سنين في مطعم كجرسون، واعتمدت على البقشيش علشان ادفع ديوني واكمل دراستي. وكمل وقال انه خلال الفترة دي ما كانش معاه فلوس حتى يشتري اكل لمدة 6 شهور او سنة كاملة. بس رغم كل ده قال ان التجربة دي علمته ان الحياة كلها مش سهلة، وان الشدة هي اللي بتعلم القوة، وكل ده علشان يتحول من محمد الجرسون لراجل بيشغل 60,000 موظف وموظفة حول العالم، واللي ثروته وصلت لأكتر من 3.4 مليار دولار حسب قائمة فوربس. بس في الثمانينات العيلة واجهت أزمة كبيرة، وده لما كانوا بيأسسوا مصنع جنرال موتورز، واضطروا ساعتها انهم يبيعوا اغلب ممتلكاتهم، وكل ده علشان يحافظوا على سمعتهم واسمهم. العيلة اضطرت تبيع ممتلكاتهم وتسدد ثمن العربيات للجانب الياباني، وبيقول اتعلمنا ان السمعة اهم من الفلوس، وان النجاح ليه ثمن. بس انت تعرف ان محمد منصور كان اصلا وزير نقل، بس بيقول في الوقت ده كان اصعب فترة في حياته العملية، وقال لما بقيت وزير نقل لان المسؤولية هنا مش على فلوسك، المسؤولية على ارواح الناس وفلوس دولة. عشان كده سنة 2009 لما حصل مشكلة قطار العياط قدم استقالته. بس بعد كده أسس مكتب العيلة مان كابيتال في لندن، ودي كانت بداية جديدة. ومن لندن راح لعالم التكنولوجيا، ودي بقى كانت فتحة خير عليه، وإير بي ان بي وسبوتيفاي قبل ما ينزلوا البورصة. وفعلا اشترى سهم فيسبوك ب 18 دولار، وبعد كده وصل ل 400 و 500 دولار. لكن الدرس اللي عمره ما هينساه لما كان عنده 10 سنين وكان هيفقد رجله. ساعتها قال لوالده انه هيتعالج، وفعلا فضل 3 سنين ما بيتحركش، ولكن بعد كده وقف على رجليه. بس الازمات ما خلصتش هنا، وده لما كمل 20 سنة جاله كانسر، بس بإرادته قدر يتجاوز الفترة دي لما استجاب للعلاج. اما عن لقب سير منصور، قال ان الوسام ده خده من ملك
إنجلترا، وكانت من أسعد لحظات حياته، لأن أي مصري أو مسلم بياخد الوسام ده بيعتبره وسام فخر واعتزاز. وقال إن تكريمه كان بتزكية من رئيس وزراء بريطانيا تقديرا لأعماله الخيرية. ودلوقتي قول لنا رأيك إيه في كلام السار محمد لطفي منصور، وإيه أصعب موقف واجهك في حياتك؟